حارق الخصوم، مدمر الخصوم، مرعب الخصوم، اللي دائما بالنهاية بيحط الشطة للخصوم، ما بيتخاذل لما بتحتاجه ابدا، مش بحاجة لضربات الجزاء حتى يسجل ويثبت انه هو الافضل. وكالعادة يا سادة مين في غيره؟ منقذ الفريق الاول اللي دائما بينقذ فريقه. باخر دقائق المباراة الاسطورة كريستيانو رونالدو بيسجل هدف اقل ما يقال عنه هدف عالمي بيعادل النتيجة وبيعطي بطاقة التأهل لفريق النصر للدور القادم ببطولة الملك سلمان للأندية. بغض النظر عن العبثية والعشوائية اللي كانت بالمباراة، بس بصراحة فريق الزمالك مع احترامي الكامل لكم ابدا ما بتستاهلوا بطاقة العبور، لانه لعبكم جدا جدا ركيك. يعني على هيك لاعب كل شوي لاعب بينصاب بزت حاله بالارض، الحارس مش قادر غير بانه يضيع وقت. ابدا ابدا ما بتستاهلوا انكم تتأهلوا للدور القادم. طبعا بطريقة او باخرى كان الزمالك رح يتأهل، بس حظكم السيء انه كريستيانو هو خصمكم. اخر دقيقه كريستيانو بشكل محرك الطيران بطير بحط جول كيف شلون ما حدا بيعرف. جماهير الزمالك قاعده عم تطلع ببعضها انه وات فلافل شباب، شو اللي صار؟ ما حدا مستوعب اصلا شو اللي صار. حابب اوجه كلمه لجماهير النصر، الله يكون بعونكم على لاعب مثل تاليسكا، ما بتعرفوه عم يلعب مع النصر.